السلام عليكم ومرحبا بكم في قصة جديدة. قصتنا اليوم هي قصة قوم لوط. قصة قوم لوط هي واحدة من القصص التي وردت في القرآن الكريم، وتتناول النبي لوط عليه السلام وقومه الذين كانوا يعيشون في مدينة سدوم، ويعرفون بفعلهم للمنكرات والمعاصي، وخاصة انتشار الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين. أولا، إرسال لوط عليه السلام. بعث الله لوطا عليه السلام نبيا إلى قومه يدعوهم إلى عبادات الله وحده، ونهاهم عن الفاحشة والمنكرات التي كان يرتكبونها. ولوطا إذا قال لقومه أتأتون الفاحش ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. رد فعل القوم لوط. كان رد فعل القوم لوط عنيفا ومستهترا، حيث رفضوا نصيحته واستمروا في ضلالهم، بل وصل بهم الأمر إلى تهديده وأسرته بالطرد إن لم يتوقف عن دعوته. قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. زيارة الملائكة. أرسل الله ملائكة في هيئة رجال وسيمين لزيارة لوط عليه السلام. كان هدفهم إهلاك قوم لوط، ولكن قبل ذلك أرادوا اختبارهم. عندما رأى قوم لوط هؤلاء الرجال، حاولوا التعدي عليهم، مما أظهر مدى انغماسهم في المعصية. قال لوط لهم: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. ولكنهم لم يستجيبوا وظلوا في طغيانهم. عذاب قوم لوط. بعد أن بلغ الفساد ذروته، أمر الله الملائكة بإهلاك القوم. قال الله تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. قلب المدينة رأسا على عقب. رفع جبريل عليه السلام بجناحه إلى السماء، ثم قلبها رأسا على عقب. وإمطارهم بالحجارة، أمطرهم الله حجارة من سجيل محددة لكل مجرم. نجاة لوط وأهله عليه السلام. أنجى الله لوطا ومن آمن معه باستثناء امرأته التي كانت من الغابرين، لأنها كانت من الذين دعموا القوم في معاصيهم. وقال تعالى: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. الدروس والعبر من هذه القصة هي خطورة الفاحشة. ما فعله قوم لوط يعتبر من كبائر الذنوب، وقد عاقبهم الله عقابا شديدا ليكونوا عبرة. الاستجابة لدعوة الحق. دعوة الأنبياء هي إنذار ورحمة، ومن يرفضها يعرض نفسه للعذاب. العاقبة للتقوى. رغم العذاب الذي حل بالقوم، نجا لوط وأهله المؤمنون، مما يبين أن الله ينجي عباده الصالحين. هذه القصة تبرز أن الله يمهل ولا يهمل، وأن الطغيان والفساد لا بد أن يعاقبا في الدنيا قبل الآخرة. أتمنى منكم أن تقبلوا سردي. شكرا لكم. إلى اللقاء.